النهارده هنتكلم عن أكتر 10 أفلام حققت إيرادات في تاريخ السينما المصرية. الأفلام دي مش بس كسرت شباك التذاكر، لكن سابت بصمة كبيرة في قلوب المشاهدين. يلا بينا. نبدأ قائمتنا بفيلم البدلة في المركز العاشر، واللي جاب إيرادات وصلت ل 67 مليون جنيه. فيلم من بطولة تامر حسني، أكرم حسني، وأمينة خليل، وإخراج المخرج محمد العدل، اللي قدم لنا فيلم كوميدي جدا وبصراحة من أفضل أفلام تامر حسني. وفي المركز التاسع عندنا فيلم الحريفة، اللي حقق إيرادات غير متوقعة وصلت لأكتر من 73 مليون جنيه. وفي المركز الثامن عندنا فيلم الممر، الفيلم ده من بطولة مع حفظ الألقاب أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج المخرج شريف عرفة، اللي قدر ينقل الأحداث بحرفية عالية ويخلي الجمهور يحس بكل لحظة في الفيلم. والفيلم حقق إيرادات وصلت ل 75 مليون جنيه. نسيت أقول لكم على حاجة، خليكم دايما لابسين المموه عشان بيخافوا منه. وفي المركز السابع معانا فيلم شقه، والفيلم ده من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل. وبصراحة الأكشن في الفيلم ده معمول كويس جدا وباين المجهود اللي اتعمل فيه. والفيلم جاب إيرادات وصلت ل 78 مليون جنيه. والفيلم السادس في القائمة هو كازابلانكا، والفيلم ده من بطولة مع حفظ الألقاب أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، وعمرو عبد الجليل، والجملة الشهيرة بتاعته دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة، واللي حقق إيرادات وصلت ل 79 مليون جنيه. وفي المركز الخامس معانا فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، واللي جاب إيرادات وصلت لأكتر من 100 مليون جنيه. والفيلم ده من بطولة مع حفظ الألقاب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وخالد الصاوي. وطبعا من إخراج المخرج طارق العريان، اللي قدر يحافظ على مستوى الإثارة من الجزء الأول ويقدم لنا فيلم مشوق من البداية للنهاية. وبصراحة مستوى الأكشن في الفيلم ده أعلى بكتير من الجزء الأول. وفي المركز الرابع عندنا فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، والفيلم من بطولة مع حفظ الألقاب كريم عبد العزيز، إياد نصار، نيلي كريم، وهند صبري، وحقق إيرادات وصلت لأكتر من 103 مليون جنيه. وفي المركز الثالث معانا فيلم كيرة والجن، والفيلم ده من بطولة النجم كريم عبد العزيز بدور أحمد عبد الحي كيرة، والنجم أحمد عز بدور عبد القادر شحاتة الجن، وسيد رجب بدور نجيب الهلباوي، ومجموعة كبيرة من النجوم. والفيلم بيحكي عن فترة الاحتلال البريطاني في مصر. والمخرج العبقري مروان حامد قدر يقدم لنا دراما تاريخية مميزة تخليك تحس بالفخر والانتماء. والفيلم جاب إيرادات وصلت ل 117 مليون جنيه. وفي المركز الثاني عندنا فيلم بيت الروبي، واللي حقق إيرادات وصلت ل 129 مليون جنيه. الفيلم ده من بطولة مع حفظ الألقاب كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وطارق عماد، ومن إخراج المخرج بيتر ميمي. والفيلم ده بيدمج ما بين الكوميديا والدراما بشكل ذكي جدا. واخيرا اكتر فيلم تحقيقا للايرادات في تاريخ السينما المصريه، في المركز الاول فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، اللي حقق ايرادات ضخمه وصلت لاكتر من 229 مليون جنيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.